والله ان شاء الله بس يهمني اليوم وبكره عشان علي الحرج يومين ما شو يصير مع العالم منها اليومين بس بعد السبت. على عكس المثل القائل امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، اختارت أم محمد منذ قرابة 18 عاما أن تعمل كوسيط بين الباحثين عن شريك حياتهم لقاء مبلغ زهيد يلبي احتياجاتها. لي 18 سنة بخطب عرايس، فجوزت إشي كثير يعني مش واحد واثنين، يعني أكثرهم متجوزين اللي بيجوني. والله أنا كنت قاعد وإلي أصحاب من الزاوية أجوا علي وسألوني عن بنت حلال ورحت معهم. طبعا من أول مشوار قرينا الفاتحة وتجوز والحمد لله خلف أولاد وبنات دوام. فهسه أولاده كبار يعني بجوز خطب ابنه حتى. فالحمد لله الفكرة ناجحة يعني، لأني بمشيش إلا من قلب ورب مع الإنسان، ما بحب الدجل ولا الهار. وإن شاء الله إنها تشيلها رحلة موفقة مع الجميع، فبيجون من القدس من الرام من الخليل من العيزرية. بالرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي والتطور في موضوع الشبكات الاجتماعية شكل منبرا جديدا للتعارف بين الشبان والفتيات، إلا أن مهنة الخطابة ما زالت حاضرة وبقوة. فيهم بدهم متعلمات، فيهم بدهم مثلا، فيهم أجوا شباب كانوا بدنا مطلقات، يعني كثير بيجوا بيطلبوا مطلقات، كل شيء اللي الطلقات ما هو ذنب الطلقات، فإحنا بدنا نستر على وليانا يعني نستر على البنات. هذه الخطابات دورها أكثر شيء بفيد عند العوانس أو الكبار، وعند اللي عندهم مشاكل، إما إنه ترمل، إما ماتت مرته، أو في عنده مشكلة بجهوش أولاد أو كذا كبير في السن. هذول بيساعدوا، لأنه هذول مش بتاعين الفيسبوك ولا الإنترنت، لأن الأجيال كانت تتجوز على الإنترنت بدون ما يشوفوا بعض، من غزة بأخذها واحد من سلفيت وهكذا. هذول الأجيال الكبيرة ما بتضبطش معهم، لأنه فيش عندهم لا إنترنت ولا غيره. تعيش الخطابة أم محمد بمفردها في منزل صغير بالإيجار وسط محافظة سلفيت. المنزل صغير لكنه يتسع لكل من يطرق بابه، إذ يتوافد إليها أشكال وألوان وطبقات من المواطنين باحثين عن شريكة حياتهم ضمن مواصفات معينة. أنا جاي على أساس أشوف عروس لها الشاب صديق إلنا، فهي وجه الخير وجه التعارف وجه المستقبل للشباب، لأنه اللي بلاقي عن طريق واحد يدله بيكون أقرب ما هو يدل نفسه يروح ويجي. تعتبر الخطابة أم محمد عملها مسؤولية كبيرة يجب أداؤها بأمانة، فالهدف ليس المال وإنما توفيق رأسين بالحلال. لزمن بريس، سماح حرار.